بزاف ديال الناس كيضيعوا فلوسهم بسبب اخطاء بسيطه، ويمكن تكون هذيك الاخطاء البسيطه يمكن تكون خطيره على الارزاق ديال الناس. كاينين الناس شراو ارض ولقاو فيها شركاء ولا لقاو فيها نزاع، كيمشي يشري ارض حتى كيتفاجئ بان مازال هذيك الارض فيها بزاف ديال الشركاء، ولا كيلقاها ماشي ديال البني، ما صالحاش البني. داك الشيء علاش الناس خاص ينتبهوا لبزاف الاخطاء كتوقع فاش كيبغيو يشريو الارض. حيت الا كنتي باغي تشري ارض خاصك تشوف وتأكد اول حاجه من الملكيه. تأكد من الملكيه ديالها، هذاك اللي غيبيع لك واش عنده ملكيه، ماشي عنده شاري ولا وارث، لا عنده الملكيه، ملكيه حقيقيه. كيجي كيقول لك انا عندي واحد الارض باغي نبيعها، واخا سيدي مرحبا باغي تبيعها، عندك ملكيه؟ لا انا الشاري عندي عقد الشراء. هذاك اللي شريتي من عنده ملكيه، عطاك ملكيه؟ لا غير وارثها، وارثها دايرين مخارجه مكتوبه ليه في سميتو، لا غير قسموا بيناتهم حبيا. لا خاصك شي حاجه كتثبت الملكيه لهذاك السيد اللي غيبيع لك. عاد نشري هذه الا كانت غير محفظه، باقا ما محفظاش، ولا كاين اللي كيشري وكيتفاجئ انها في الشياع، كيشري كيتفاجئ ان باعوا ليه واحد الارض باقين الورثه ما قسموش، باقا على الشياع. يعني كيشري هو نصيب، ما كيشريش حق محدد ومفرز. كيولي كيوقع في مشكل، جا بغى يبني وقفوا ليه دوك الاخرين قالوا ليه ما تبنيش، يبغي يدور على السور يقولوا ليه ما تدورش السور، يقدروا يحبسوه على اي حاجه يتنازعوا معاه عليها. هذه اخطاء كيوقعوا فيها الناس، كيمشي كيشري بلا ما كيتاكد من طبيعه الارض ولا حتى طبيعه الوثائق اللي غيشري بها. واش هذيك الوثائق كتثبت الملكيه ولا ما كتثبتش الملكيه؟ حيت فاش غادي يدوز لمرحله اخرى، مثلا هو شاري باش يبني، فاش غيدوز للمرحله ديال البني غادي خصو حوايج اخرين، خصو التحفيظ، غيمشي للتحفيظ غيقولوا ليه لا، خصو رخصه غيمشي للرخصه غيقولوا ليه هذيك البلاصه ماشي ديال البني. اذا الارض فاش نبغي نشري ارض خاصني نتاكد من الملكيه، واش هذاك السيد اللي غيبيع ليا عنده ملكيه ولا ما عندوش، واش فاش غادي نكتب واش غنكتب على ملكيه ولا ما غنكتبش، ولا غنكتب غير على عقد ولا على تصريح ديال فلان ان هذه راه وارثها على باه، غنكتبو بحال هكا. ولكن من بعد فاش غندوزو المراحل الاخرى ديال التحفيظ ولا ديال البني ولا ديال نوحلو ولا ديال نقلبو على وثائق نوحلو. علاش؟ لاننا ما عندناش اصل الملك. هذه الا كانت ما محفظه. اما الا كانت محفظه كنسول على شهاده الملكيه، حيت شهاده الملكيه هي الوثيقه اللي كتقول هاد الارض راها محفظه وعندها رسم عقاري رقم كذا وكذا وكذا عدد كذا، وهذاك الرسم العقاري هو الكود ديال هذيك الارض، هو كل ملف ديال هذيك الارض في هذاك الرسم العقاري. كنشوف هذيك شهاده الملكيه واش ديال هذاك الشخص باسم هذاك الشخص، نتاكد من الهويه ديال هذاك اللي غيبيع ليا واش نفس
نفسه هو اللي في شهادة الملكية. واش هو وحده اللي في هذاك العقار اللي غيبيع ليا؟ واش المساحة اللي غيبيع ليا هي نفسها اللي مذكورة في هذيك شهادة الملكية؟ واش هذيك شهادة الملكية ما فيها لا رهن لا حكم لا بنك كتسال لا حتى شي حاجة، حيت هذاك الشيء كيكون مسيد لا مسجل لا تقييد احتياطي، حيت هذاك الشيء كله كيكون مسجل في شهادة الملكية ونتأكد منها مزيان. بعض الإخوة قالوا لي وعلاش نقوم أنا بهذه المهمة هذه؟ شنو هي مهمة الموثق ولا مهمة العدول ولا مهمة المحامي؟ هما يديروا هذا الشيء؟ لا، الموثق تاهو كيتحرى وكيدير الإجراءات ديالو وكيدير جميع الأمور اللي خصو يدير. أي نعم، المحامي كذلك، العدول كذلك، ولكن المسؤولية الأولى عليا أنا اللي غادي نمشي وغنحط فلوسي. حيث كتوقع كثير من الأمور، تقدر شي حاجة تدوز على الموثق، تقدر شي حاجة تدوز على العدول، هذاك راه بشر، تقدر شي حاجة تدوز على المحامي، راه بشر. ولكن أنا اللي عاونت من جهتي، حتى أنايا تحريت وفحصت مزيان وسولت في المحافظة وتشاورت مع مهندس طوبوغرافي مثلا، لأن المهندس الطوبوغرافي هو أقرب واحد للعقار وخصوصا الأرض، أقرب واحد للأرض والعقار، واللي ممكن يعطيك المخ ديال الموضوع هو المهندس الطوبوغرافي. أول حاجة بعدا اللي ما يقدر يديرها حتى شي واحد إلا المهندس الطوبوغرافي هي أنه كيأكد لك بأن هذيك الوثائق اللي عندك، هذيك الوثائق اللي خديتي ولا هذيك شهادة الملكية ولا الملكية ولا أي حاجة، راها كتنطبق على ديك الأرض اللي وراوك، لأنه كيوريوك أرض وكيبيعوا لك وحدة أخرى، كيوريوك أرض بمواصفات معينة جات في حدا الشانطي وحداها المرافق العمومية، الإدارة والمدرسة وكذا 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 والسوق وكذا وكذا. ولكن الوثائق اللي بعتي وشريتي معاهم بها ماشي ديال هذيك الأرض، ديال أرض أخرى، وهذه راك وقعت كثيرا. هذه ماشي غير كنقولوها افتراضا، وقعت وكتوقع. المهندس الطوبوغرافي وحده اللي بمقدوره ومهمته انه يوريك واش هذيك الوثائق اللي عندك اللي بين يديك تنطبق على هذيك الارض، واش ديال هذيك الارض ولا لا. الموثق كيقوم بالمهمه ديالو، كيجيب شهاده الملكيه وكيجيب حتى ورقه، احيانا بعض الموثقين ما كيجيب ورقه المعلومات التعميريه، نوت دو رونسينمون، وكيجيب البلان كاداسترال، وكيجيب في كالكول اللي هي كالكول دو كونتونونس. هادشي كله كيجيبو وكيقارنو مع المعلومات اللي عنده. ولكن ما هو جاب البلان بلان كاداسترال وجاب شهاده الملكيه وجاب كذا، ولكن في الارض اللي مشاو وراوك انت شافها الموثق ما شافهاش. يقدر الموثق ينزل عليها الاحداثيات اللي عنده بين يديه في البلان كاداسترال، ما يقدرش. شكون اللي غيدير هذه المهمه؟ هو المهندس الطوبوغرافي. اذا انت تاكد من شهاده الملكيه، الهويه ديال مولاها،
المساحة شهادة الملكية صافية، ما فيهاش تقييد، ما فيهاش حكم، ما فيهاش تعرضات، صافية، ما فيهاش شياع، ما فيهاش وحدين اخرين ولا المساحة اكبر من المساحة اللي غتشري، ما كاينش. مزيانة ناخد مهندس ونديه زايدة 1000 درهم، 2000 درهم، 3000 درهم، انا راه غادي نعطي الملايين، ما نتسقمش على 1000 درهم و2000 درهم و 3000 درهم، وندي المهندس ويشوف عليا. والمهندس ماشي غير غيشوف لك غير واش الارض هي هذيك ولا ماشي هي هذيك، غيشوف لك الارض واش هذيك ولا ماشي هي هذيك ولا ماشي هذيك، واش المساحه هي هذيك بالضبط، واش الحدود ديالك باقيين، ديك الانصبه ديالك باقا محطوطه في بلاصتها، واش ما حركوهاش لك الجيران، واش الجيران ما وقعوش معاك، ما داخلينش معاك في نزاع. هادشي كله غادي يشوفو المهندس الطوبوغرافي، ويقدر يشوف حتى امور اخرى كتعلق بالتوثيق، لانه راه كيدخل لموقع المحافظه وكيدخل الموقع ديال الكاداستر وكيمشي الملف عنده وكيدخل ليه وكيفحصو مزيان، ويمكن يطلع على حوايج اخرين. حتى الا كانت موضع نزاع ولا داخل المحكمه ولا فيها تقييد ولا فيها كذا، هو كيدخل كيشوف هادشي كله. المهم انا كنعاون راسي ماشي نلوح كل شيء الثقل على الموثق ولا على العدول ولا على المحامي اللي غادي يكتبوا لي. ونكتب عقد شراء صحيح عند عدول ولا عند محامي ولا عند موثق، مبني على وثائق ديال الملكيه صحيحه. لان بزاف الناس كيمشيو يشريو بناء على تصريح ديال البائع انه رثها على باه ولا شراها من عند فلان ولا، وبزاف الناس كيمشيو مع الثمن، كيمشيو مع الرخا، كيشوفوا شي حاجه رخيصه وسميتو صافي وباغي ارض راه مشى شرا الارض، حتى كيولي ما هو بالارض ما هو. دابا الناس واحلين، خصوصا دابا مع القوانين الجديده اللي غاداو كتزير، وحلو الناس شاري في بلاصه ماشي ديال البني، بغى يبني ما خلاوش يبني. بزاف الناس دابا كيقولوا لي بغينا نبنيو ما خلاوناش نبنيو ما عطاوناش رخصه، وكاينين الناس بانيين. ديما حنا كنقولوا مال الاخرين، هادوك بناو بطرق وباساليب وبناو في واحد الوقت اللي كانت الوقت بقى مسيبه شويه، انت جيتي في واحد الوقت اللي صافي راه ما بقاش غادي غدوز بعض الامور.